الكابتن محمود فتح الله مع كابتن سيف زاهر وجهه نظر محترمه، وجهه نظر محترمه دي بتبني على اساس ان انت لا تخطئ في الطرف الاخر. فقال الكابتن محمود فتح الله انه احمد الشناوي ومحمد الشناوي الاثنين حراس، محمد هو الحارس رقم واحد لكن احمد مش بعيد. وعلى صعيد المهاره نفسها، الحارس المرمى الموهوب يعني الشناوي بالنسبه لي واحمد هو افضل حارس موهوب هو اتفرج عليه وهو شافه، واعتبر ان الاعلام احيانا يبالغ في قيمه محمد الشناوي او عن الفرق ما بين الاثنين اللي هو مش كبير قوي كما يرى من وجهه نظره. وانا صغير طفل صغير كانت رسائل كابتن خالد بيومي من ايطاليا، محللنا الكبير والشهير وله كل التحيه والتقدير ووحشنا جدا كمان، كان رسائله من ايطاليا عن الدوري الايطالي في مره من المرات يوفنتوس بيلعب مباراه خسر فيها، فشوهد الاسطوره جانلويجي بوفون بعد المباراه بيشرب سيجاره في الملعب. يعني خلص الماتش اتغلبوا او اتعادلوا حاجه عامله كده يعني، فشرب سيجاره في الملعب والماتش خلص. فالصحفيين سابوا الماتش والخساره ويوفنتوس والخصم وعمل ايه وسوى ايه وجريوا على مارتشيلو ليبي يقولوا له يا فندم الجون بتاعك بعد المباراه شرب سيجاره. فقال لهم كويس، سلوكه ليا انا بقى علاقه باللي بيعمله الماتش اللي جاي واللي بعديه واللي بعديه. بوفون بالنسبه لي النهارده لم يخطئ، وظهر بوفون كالوحش على مدار المسيره اللي امتدت لحد الى مشارف الاربعينات. كويس. في حاجه في كره القدم مهمه جدا يا جماعه، اللي هي التعبير البسيط، الشخصيه، التعبير المعقد، الجلد. انه ثباتك الانفعالي اخباره ايه في اللحظات الصعبه والمأساويه. المأساويه اللي هو ايه؟ اللي هو كاس الامم الافريقيه 2019 المنتخب بيتشرد مع اجري الا الشناوي. انه مصر والسنغال داخلين عركه في الكوره في الماتشين بتوع تصفيات كاس عالم، مش كاس الامم، كاس العالم ذهابا وايابا، لدرجه انه في الاضافي كابتن مدحت شلبي اعتقد انه السنغال في اخر كوره جون، خلص جون، كان شناوي. انه في ماتش زي امبارح ظاهريا الدنيا خلصانه، لكن في الوقت بدل الضايع في الثمان دقائق شايل 3 كور، غير كورتين ما يتشالوش في الماتش، على الاقل 5 بوضوح. غير ان روي فيكتوريا 13 مباراه 9 منهم كلين شيت، 8 منهم الشناوي هو الحارس الاساسي بتاعك. 8 تصديات يا جماعه امبارح منهم انفرادين. الجلد ان انت في اللحظه الصعبه انت منهار والمنتخب منهار شايل. اوروجواي في كاس العالم ملحمه دفاعيه هو عمال بيشيل رغم النتيجه ورغم الاداء، شناوي. وانا قايل لك لحد دلوقتي 3 مدربين، اجري بكوبر بروي فيكتوريا. الجلد ان انت ممكن تغلط في السهله، ممكن تباصي غلط، ممكن التوقع بتاعك يختل، توازنك يختل، عامل السن يفرق معاك في حتت شويه، كل ده ممكن يحصل. لكن في اللحظه الصعبه، الوقت اللي انا محتاج فيه ثبات انفعالي وخبره، ووقع على الارض احيانا عشان ابقى عارف انه امتى همتص حماس الجمهور او اللعيبه اللي موجوده. الجلد ده لا يقاس، هي اشياء لا تشترى. الترى هي اشياء لا تشترى، تحسبه ازاي؟ ملوش وحده قياس، لا يرى الا بالعين المجرده. انك تبقى عارف انه ممكن يغلط لكنه بارد، قدر كبير كرويا طبعا من التناحه، انه عادي هيعدي، ايه يعني الغلط ده؟ وفاكرين كويس جدا لما سئل في المؤتمر الصحفي على خطا في هدف واتنرفز، ايه لازمه ده دلوقتي يعني؟ تعتقدوا ان مرزايا للاعلام وده حقيقي، لكن بعدها ايه اللي حصل؟ ده الجلد. انه ازاي يبقى بني ادم بارد الدم في اللحظات الصعبه فيشيلك، بارد الدم وهو غلطان فيستفيد وما يخشش في دوامه كبيره جدا. هو ده محمد الشناوي، ودي قيمته اللي موجوده في السوق حاليا. محمود فتح الله طالع بيتكلم ان احمد الشناوي بيقترب من محمد الشناوي، بل اكثر موهبة من محمد الشناوي. محمد الشناوي صاحب التاريخ والانجازات والبطولات مع النادي الاهلي ومنتخب مصر، وافضل حارس في افريقيا باحمد الشناوي اللي ملوش اي تاريخ يذكر مع المنتخب المصري ومع اي نادي لعب ليه، بل انه ليه علامات فارقه في نادي الزمالك وانتوا عارفين مشي ازاي، ومباريات نادي بيراميدز كمان. يا جماعه اللي بيتكلم في الكوره لازم يكون عقلاني، لازم يكون فاهم كوره، مش اي حد يطلع يهبد وخلاص.
النهارده شوف الاعلامي محمد المحمودي وكلام ممتاز اكثر من رائع عن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر. بيتكلم بالارقام، بيتكلم عن كل حاجة تخص حراسة مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي. لما بتعوز محمد الشناوي بتلاقيه في الوقت وبتلاقيه في الميعاد، وبيشيلك كمان كتير قوي قوي قوي. محمد الشناوي أفضل حارس في أفريقيا، لكن أنت يا فتح الله المرض يعني عمى عينيك عن قول الحقيقة.